بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة بنتكلم عن فكرة الألوان في الإكسل. ازاي ان انا اقدر اتحكم بالالوان في الاكسل، بحيث ان انا لما اقول له انا عايز اللون ده يقدر يدهوني من غير مشاكل، من غير عمل اكواد او الكلام ده كله. لكن الموضوع بسيط وسهل جدا، وممكن يكون في ناس كتير جدا عارفاه، لكن احنا برضو بنذكر الناس بيه. اول حاجه انا هنا مثلا عندي مثال بمناسبه النتائج طبعا بتاعه الترم الاولاني. ان سنه رابعه او المنهج الجديد بتاع سنه رابعه وسنه خمسة، النتائج طالعه بالالوان، التقديرات بالالوان. الازرق يعني امتياز، والاخضر يعني جيد جدا، والاصفر تقريبا مقبول، والاحمر ضعيف. فازاي هم بيعملوا الكلام دوت، او ازاي هنمشي التقديرات بالالوان؟ طيب انا عايز اقول له مثلا ان التقدير الازرق ده يعني معناه ان هو جايب من 85 ل 100، ده جايب امتياز. فانا لو جيت دوست هنا مثلا ان جبت في العربي مثلا 90، راح مديني ازرق. تمام. جبت في اللغة العربية 97، راح مديني ازرق. جبت في العلوم 85، راح مديني ازرق. جبت في الدراسات 75، راح مديني اخضر. تكنولوجيا المعلومات جبت مثلا 50، فالناتج في الاخر 397، معناه ان انا جايب جيد جدا. تمام. دي الالوان. ازاي بقى انا لما اكتب له مثلا 97 وراح هو مديني ازرق، او اكتب له مثلا 49 وراح قلب له احمر؟ هو بيديني بناء على ايه الالوان دي؟ على الارقام اللي انا مديها له. طيب بيعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده بيحصل ازاي بقى في شيت جديد مع بعض كده. نبص على الموضوع ده. انا هاجي هنا في الاول هحدد على المكان اللي فيه المواد او الدرجات اللي انا هحط فيها الجدول اللي انا هحط فيه الدرجات. وهروح على كونديشن فورمات واعمل نيو رول، وهاجي اختار فورمات اونلي سيلز، وهختار السيل فاليو بتاعي بتوين. اول حاجه هقول له من 85 ل 100، ده راجل ده امتياز، اديني اللون بتاعه الازرق. تمام. خلي الازرق فاتح شويه عشان ايه يبقى واضح. اوكي. وهقول له برضو كونديشن فورمات على الخلايا دي او الرينج بتاعي دوت. لو فورمات اونلي سيلز، لو ما بين مثلا 65 ل 84 99 قرش، اديني اللون الاخضر. وهقول له اوكي اوكي. وهاجي هنا برضو واقول له لو كان ما بين مثلا الخمسين والاربعة وستين 99 قرش، اديني اللون البرتقاني ده اللي هو مقبول. وادوس اوكي. وهقول له لو من 1 لحد 49 99 قرش، الراجل ده ضعيف جدا، فهقول له اوكي. تمام. واعمل اوكي. لو جيت هنا المجموعة انا هحدد يعني بناء عليه، زي الفكرة اللي انا عملتها دي، بناء عليه هحدد بقى الدرجة مثلا من 500. فانا هحدد هقول مثلا من 325 او من 450 ل 500 اديني امتياز، اديني اللون الازرق. او نفس الموضوع اللي احنا عملناه مثلا من 325 ل 445. فهنبص كده نيجي نكتب مثلا هنا 97، مديون اللون الازرق. اكتب هنا 50 اللي مديون اللون البرتقاني. اكتب هنا 75 راح مديني من اللون الاخضر. اكتب 49. اكتب هنا 49. انا علمت بقى على الجدول كله. تمام كده يا جماعه. فالموضوع بسيط جدا، وان شاء الله ما فيهوش اي مشكله. و يا رب تكون يا رب يكون الموضوع وصل لحضراتكم. وفضلا لا امرا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وعشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.